صحيح. طيب معلش اذا اذنتوا لي هاتوا لي اللقطه بس بتاعه تسجيل الهدف بتاع قفشه، لانه في نقطه لابد ان احنا برضو انا بيبقى في لقطات كده الحقيقه ببقى حابب ان انا اسلط عليها الضوء. بصوا قفشه بعد الجول واحتفال قفشه، لانه اعتقد انه بيحمل رساله اكيده لجمهور الاهلي. يا بيومي من فضلك هات لنا اللقطه من بعد ما بيسجل قفشه الهدف. طبعا اسيست عالمي من عمرو السولية، وقفشه جاي من تحت مش واقف مستني، تعامل معاه بشكل كويس. بص بقى احتفاله يا دكتور طه، كابتن فاروق، كابتن شادي، وانت عارف القصه. قفشه كان عنده ازمه في الفتره اللي فاتت مع جمهور النادي الاهلي، يقلع التيشيرت بيحطه على راسه ورايح يحيي جمهور الاهلي كما لو انه عايز يقول لهم على راسي من فوق، الاهلي على راسي من فوق وانتوا على راسي من فوق، وما احبش ازعلكم ابدا، وما احبش في يوم من الايام يبقى في ما بيننا وما بين بعض حاجه. اللقطات اللي شبه كده بتبقى مهمه لانها بترسخ في ذهنيه الجماهير باستمرار انه ما فيش حاجه اكبر من الاهلي. ما فيش عمر الناس تاريخ كبير جدا 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 بيتعمل، اللي بيعمله هو الاهلي. هو ذكاء منه، ذكاء جدا رائع جدا يا دكتور، تعبير رائع جدا. قفشه كان لازم يعمل كده. انا يمكن قلت قبل كده في البرنامج ما فيش جمهور الاهلي ما بينفعش معاه غير ان انت تقول انا اسف. وعملها في الوقت اللي مسجل فيها هدف الاول، هدف الافتتاح، وده مهم جدا بالظبط كده. في حاله الرضا، حاله قبول ان انا قبول موجوده، نعم. فرد الفعل هيبقى كويس. قفشه نعم. برافو عليه بصراحه، وهو ده اللي انا متعود عليه دايما من قفشه الحقيقه، انه يكون عنده من الذكاء في التعامل مع الامور دي. طيب